انت لما تخسري بطوله. بصي انا لسه طبعا ماتش الاهلي والنادي المصري خلصان دلوقتي. تحيه لحسام حسن بمجموعه اللاعبين اللي معاه. كان ماتش بالنسبه لهم محترم جدا. الاهلي زي ما احنا شايفين فاضي، يعني شايفين اهو. وبقول لاخويا الدكتور محمد وعنين كويس ان خلصت من الواد اللي اسمه شادي ده مفيش حاجه خالص شادي يا جماعه غير انه حلق شعره كابوريا ويقول لك انا الترس اهلاوي. الترس في المدرجات، لاعب بيبقى هنا، فكويس انه خلص منه. هو بس الماتش ده ليا تعقيبات عليه، يعني او زي ما بيقولوا توابع. يعني رقم واحد، سيد عبد الحفيظ بصراحه ليه حق لما كان عايز يضرب الحكم. ليه عايز يضرب الحكم وليه حق؟ لان المفروض الحكم ما يصفرش الا ما الاهلي يجيب جون. لو قعدنا 3 سنين لازم الاهلي يجيب الجون، ما جابش الجون يضرب الحكم. هنشوف لجنه المسابقات يا استاذ عامر حسين، اللجنه دي تبعك انت بقى، هتعمل ايه في واحد راح ركب فوق الحكم؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، زي انا قلت قبل كده ان الحكام الشبان الذين لم يتلوثوا سواء مشبوهين او بالنجوميه اللي هم عايشين فيها، زي ابراهيم نور الدين والبنا ومعروف وكل دول عاملين نفسهم نجوم. الشاب اللي كان بيحكم النهارده اسمه وليد باين على ما اعتقد، وفي غيره على فكره، انا شفت غيره قبل كده، ومحمد عادل، كل دول تلوثوا، سواء بقى خافوا من شوبير او عندهم غرض او اي حاجه. انما في جيل من وانا قلت مش النهارده بس، انا قلت قبل كده في جيل من الحكام اللي طالعين جداد شبان، ادوهم الفرصه يا جماعه. النهارده وليد ما خافش من تبرئه سيد عبد الحفيظ، هو برق له، هو الثاني برق له. تمام. فاحنا مستنيين يا حاج عامر يا حسين نتيجه التبرئه دي، وهو عايز يضربه، هو خد انذار ورايح له تاني. نمره ده رقم 2 أو 3 بقى. نمره 4، انا قلت امبارح في مداخله مع قناه الزمالك، يا جمهور الزمالك اوعى تيأس. دلوقتي الفرق بينهم الاهلي تقريبا 6 بونت، مش كده؟ اللي هم ماتشين بينهم برضه 5 ولا 6؟ احسبهم لي كده. لا احسب لي بس. هم لو كانوا كسبوا كانوا 7. دلوقتي 5. ده نقطتين. امال ليه سعد عبد الحفيظ بيقول ان هم اللي كسبوا؟ طيب 5 بونت كده؟ تمام. يعني اذا نكسب ماتشينك معاهم بامرك انت يا رب، بامرك، ويبعد عننا السحر والشعوذه والسفلات، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. 5 بونت، انت عندك ماتشين مع لسه ب6 بونت، اكسب الماتشين هتاخد الدوري باذن الله. عشان كده لما قلت للجمهور اقف ورا فريقك، اقف ورا فريرة. فريرة قعد لغايه نهايه مدته. في بعض الزملكاويه، انا مش عايز اقول دول بقى متزملكين، لا زملكاويه يعني بيحبوا النادي، قال لك اللعيبه عامله مؤامره ضد فريرة. لا مفيش الكلام ده. اللي عامل مؤامره ضد فريرة فنكوش حنكوش. هو الهنيدي كان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ في الفيلم بتاعه ده اللي هو عصام الحضري كان مسميه ايه؟ جامايكا. ابعدوا عننا جامايكا. تمام. فيا جمهور الزمالك يا محترم خليك ورا فريقك. يقول لك مشي فريرة، مشي فريرة ازاي؟ ده انا عندي كاس يوم الاثنين، مش يوم الاثنين باين؟ يوم الاثنين، وعندي بعدها ماتش الاهلي، بعدين ماتش المحله. خليك ورا فريقك، اوعى تيأس. امبارح قلت لك اوعى ترمي الفوطه. رميك الفوطه دون هيعمل لنا مشكله. ليه؟ الاحباط ده بيوصل للعيبه. ويا اخ محمد من فضلك ما تقوليش دول مجموعه موظفين، لاعب كل واحد مكانه. تاني، لاعب كل واحد مكانه وخد مني نتيجه. يعني انا دلوقتي بشتغل ايه؟ محامي، مهندس، احيانا بعمل نفسي مهندس، مخرج. يعني الفيديو بتاع فريده النقاش دي، ولا فريده اسمها دي الشواشي دي، دايما بنسى النقاش عشان جوزها الله يرحمه صلاح كان صاحبي، صلاح عيسى صحفي كبير. فريده الشباشي دي انا اللي اخرجته، وانا ده اخراجي وتاليفي، وانا اللي عامله كله احيانا يعني. لكن لما تقولي مثلا ايه روح صلح الكهرباء دي، مش هعرف. انا رقم 6، ما تلعبنيش 8.
انا بلعب سيرد باك، ما تلعبنيش ديفندر. انا بلعب مهاجم، ما تعمليش جناح. كلامه واضح، ده مش كلام انا، كلام الدنيا كلها. بصي، ما حدش عاد دلوقتي حمار كوره، كل العيال الصغيره قبل الكبيره بتفهم في الكوره. احنا يمكن كنا زمان عشان ايه، كان القناه الاولى والقناه الثانيه، دلوقتي القناه الاولى والثانيه والتاسعه، والواد شوبير الزفت الطين دون على دماغه. اقسم بالله يا شوبير لو جبت اسم الزمالك تاني على لسانك بالقديمه، اقسم بالله، وفي قلب بيتك، واخد الشريطه دي لمراتك بتاعت عمر بن الخطاب كلها، هوديها لها. هي بقى حره معاك بقى، تستنى الميراث ما تستناش الميراث، هي بقى حره بقى. المهم، فده رقم واحد. يبقى اللي طلعنا من الماتش دون ادي هو النهارده الاهلي خسر نقطتين زيك، بس الاهلي النهارده خسر نقطتين من غير تدخل تحكيم. انا بقى التحكيم بيتدخل عندي، تدخل في ماتش اسوان خسرني 3 بونت، ثم ماتش الداخليه خسرني نقطتين ادي 5، وماتش امبارح خسرني 2 ادي 7 بونت التحكيم. الاهلي لم يتدخل حكم في انه يخسره ولا نقطه، بالعكس. هو سيد عبد الحفيظ انت جبت جون والحكم لغاه اوفسايد والحكم لا، انت كل مشكلتك الحكم يقعد خدام عندك وعند اهلك، يلا يا اخوانجي تاني، يا اخوانجي يا ارهابي، ها، لغايه ما الكوره تيجي جون وتخش في الواد جاد. على فكره محمود جاد ده متعاقد معايا ولا عادي معايا، تمام، لكن لما المصري طلبه شكرا اديته له. هو محمود جاد عارف انه متعاقد معايا، وانبي عارف انه متعاقد معايا، بس احنا علاقتنا بالمصري والاسماعيلي وكل الانديه علاقه محترمه جدا جدا جدا، تمام. طيب انت عايز ايه بقى؟ لا انا عايز يجي الجول. طب يا ابني بينا الدقيقه 97 لا بس هات جول، لا هات جول، زي الافنديه اللي كانوا بيعملوا. ده رقم واحد. رقم اتنين، النهارده جت اللجنه بتاعه المنشطات. احنا ما بنخبيش حد يا شوبير ويا دبانه يا سافل يا مجرم يا منحط، يا اللي شغال عند عيل فيلا بتاعته متشمعه قضيه دعاره، خلاص انت وابوك مزورين، ده بالنيابه العامه. ما بنخبيش حد. النهارده جت اللجنه خدت العينات 2 ودخلوا مع الولاد الحمام، خدوا منهم العينات وهيبعتوها برشلونه ان شاء الله. ما عندناش، ما بنخبيش حاجه، ده نادي محترم. ها، هيتوقف سنتين ليه؟ حط امك هيتوقف سنتين. ها، اللي بيوقف سنتين اللي عنده عيال بتاخد ماكس، مش كده؟ اللي يتوقف ده اللي عنده عيال ارهابيين بتوع الاخوان. فالنهارده الحمد لله تمام. عبد الله جمعه، عبد الله ده دمه خفيف. قلت له لا انت فضحتني بالصوره اللي صورت جنبي، ده انت لو بتتاجر مخدرات مش واخد مخدرات مش هتقف الوقفه دي، كانك مقفوش، واخد بالك؟ والله الواد دمه خفيف جدا.